وعلى آله وصحابته والتابعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي أمد في أعمالنا حتى بلغنا الأنفاس الزكية من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذا الشهر كثيرا ويبشر صحابته رضي الله عنهم بقدومه، فكان يقول للصحابة: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فكان يلفت أنظارهم إليه ويبشرهم بقدومه. فعلم أن المسلم عليه أن يستبشر بقدوم هذا الشهر ويفرح بقدومه ويسأل الله عز وجل بلوغه وأن يوفقه فيه، لا كما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم من التشاؤم بقدوم شهر رمضان. ويحق عليهم قول ربنا سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتراه إذا قدم قرب عليه شهر رمضان تراه غضبانا محزونا، لأن رمضان سيفصل بينه وبين شهواته ونزواته وبين كثير من الذنوب وكثير من المعاصي. فإذا تعالى بخصائص عظيمة أعظمها وأجلها قدرا أن جعله ربنا سبحانه وتعالى ساحة يتنافس فيها عباده في الخيرات، وأعظم هذه الخيرات عبادة الصيام. هي الميدان، ما يفعله الإنسان في الميدان ديال رمضان يفعله وهو متلبس بهذه العبادة، هو قارئ للقرآن وهو مصلي وهو داع لابس الجلابة ديال العبادة ديال الصيام. هذه العبادة العظيمة نذكر أنفسنا وإياكم ببعض فضائلها من خلال 3 أو 4 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث القدسي العظيم، والحديث القدسي هو يكون معناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكس القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث النبوي لفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي لفظه من رسول الله ومعناه من الله، يعني تيجي المعنى وهو يعبر عنه بلفظه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه إضافة الصيام إلى الله عز وجل هي إضافة تشريف. أي حاجة تتم إضافتها إلى الله فذلك دليل على عظيم قدرها وعلى عظيم مكانتها. حينما تقول بيت الله يعني ارتباط مساج، حينما تقول رسول الله يعني مساج أضيف إلى الله، حينما تقول أولياء الله مساج. هذه الإضافة إضافة تعظيم وإضافة تشريف، فكذلك أضيف الصيام إلى الله سبحانه وتعالى للدلالة على عظيم
عظيم شرفه وعلى عظيم قدره وعظيم جزائه عند الله عز وجل. وكذلك الصيام مقرون بالصيام أو بالصبر. الصيام مقرون بالصبر، داخل في الصبر الذي بين الله عز وجل أن أجره أيضا لا يعلمه إلا هو. قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يعلم للصبر جزاء معلوم، كما لا يعلم للصوم جزاء معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، هذا غير من النوافل، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا كيف يكون الجزاء ديال الفرض؟ إذا كان صيام النافلة يبعد عن النار 70 عاما، فكيف يفعل بك صيام الفرض؟ وربنا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله هم الفرائض من الصلوات ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج، هذه الأركان المفروضة. والنوافل تزيدك أيضا قربا وتزيدك محبة عند الله سبحانه وتعالى. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقصد أن الصيام جزاؤه غير معلوم، الخلاص ديالو لا يعرفه أحد. يقول العلماء: إخفاء الجزاء والأجر دليل على عظم الجزاء. اللي تيقول لك الله سبحانه وتعالى الجزاء ديال هذا راه عندي وما تيوريه لك، فهذا دليل على أن الجزاء ديالو عظيم. ملي تيقول لك شي حد من الناس ديال الدنيا راه غادي نتهلا فيك، ما تيقولش لك نعطيك 1000 درهم ولا 2000، تيقول لك راه نتهلا فيك، راه ما كنعز ديك الليله غادي تفكر اش بيعطيني هذا، واش غيعطيني بقعه ولا يعطيني 3 مليون ولا غيصيفطني هذا ولا يديني كذا ولا غيزوجني ولا كذا. علاش؟ لان ذاك فلان صاحب جاه وصاحب كذا، ما كقعدوا انت في بالك انه غيعطيك غير 1000 ريال ولا 100 درهم ولا كذا يعني. فما بالك ان الذي يعدك بالجزاء العظيم هو الله. قليله سبحانه يكفينا، غير شي شويه من عند الله بركه، ولكن قليلك لا يقال له قليل سبحانه وتعالى. فإخفاء الجزاء وإخفاء الأجر عن الصيام للدلالة على عظمه عند الله. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي وأنا أجزي به. ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف معارف معلقا على هذا الحديث، قال أن الصيام صيام العبد يكون عند الله عز وجل. فإذا كان العبد في الآخرة التي يكون الناس في يوم القيامة وتكون عندك شي مظالم، تكون ضربتي هذا وظلمتي هذا وسبيتي هذا وعيرتي هذا وكذا، فهذا يأخذ من حسناتك والآخر يأخذ من حسناتك، حسنات ديالك كتمشي، ولكن الصيام ديالك ما كاين في ديك الحسنات، لأن الصيام عند الله ما دخلتنا في تلك الأعمال. فإذا انقضت حسناتك دوك الخيرات كلهم اللي درتيهم مشاو، تيجي العمل إلى الصيام. وهذا الصيام كما ذكرنا عند ربنا سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل هو الذي يتكفل بقضاء ذلك الدين عنه. فدين يتكفل الله به سبحانه وتعالى حري به أن يقضى. الكريدي الذي يتكفل به الله سبحانه وتعالى يخلص عليك ذيك المظالم من تلك العبادة التي استودعته إياها، فحري بتلك المظالم أن يفك أمرها بإذن الله سبحانه. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يكفيه حقيقة الصيام، يكفيه فضلا ويكفيه شرفا وخيرا هذا الحديث، أنه عبادة تستودعها الله سبحانه وتعالى،
ويخلصك عليها ويجازيك عليها. وقوله سبحانه إلا الصوم فإنه لي فيه دلالة على أن عبادة الصيام سر بين العبد وربه. لا يعرف أحد أنك صائم، ولكن يعرفون أنك تصلي، ويعرفون أنك تزكي لأنك تعطيها الفقراء، ويعرفون أنك ذهبت للحج أو العمرة. ولكن الصيام لا يعرف أحد أنك صائم. لذلك كان بعض السلف رحمه الله تيخبي الصيام حتى على الزوجة ديالو، تيفيق مع الصباح وتوجد ليه الفطور وتعطيه ليه ويديه يخرج، ولا الغدا ديالو ويديه. ملي كيدور مع الدورة كيتصدقوا وانت كيرجع في المغرب راه كيتلاقى ثاني مع ما ياكل، راه هو صام لكن النهار كله مخبي على عباد الله وحتى على أهل بيته. فلذلك كان هذا الصيام صياما لله، لأنه سر بين العبد وربه. الحديث الثاني من الأحاديث العظيمة في فضائل الصيام حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم تكون معدته فارغة، فأحيانا يصعد منها شيء من الأدخرة وشيء من الرائحة المتغيرة، نقولوش الكريهة وإنها متغيرة. فحينما يحدثك رجل صائم لتكون تهضر مع شي صائم ربما تشم من فمه ريحا متغيرة، وهو كذلك يشم منك رائحة متغيرة، فترجع هو ترجع لا تشم رائحة. طيب قال: أطيب عند الله من ريح المسك، أي تلك الرائحة التي كان سببها هو طاعة الله عز وجل، أنك تركت شهوتك من طعام ومن شراب وهي حلال لك في غير نهار رمضان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، صير ذلك رائحة محبوبة عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الأمور كما ننظر إليها نحن. يقول ابن رجب معلقا على هذا الحديث وتزيد عليه، يقول لك: كل عمل يعمله العبد ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء طاعته وتدخل فيه شي حاجة منك، شي رائحة خبيثة، لا تمشي انت عند ملحد وانت كتشم رائحة خبيثة ولا خايبة ولا كذا، تلك الرائحة الذي حمل ذلك البائع عليها اعتضى أبواب ديال الحرام والسرقة وكذا، ولكن قانع بذلك العمل مع أنه فيه ذيك الرائحة وذيك الحالة. فربنا سبحانه وتعالى يحب ذيك الحالة. علاش؟ لأنه الذي حمله عليها هو طاعة الله عز وجل وابتغاء ما عنده. وكذلك قس على ذلك كثيرا من الأشغال وكثير من الأعمال لتكون فيها الإنسان تدخل فيها كثرة العرق وكثرة الرائحة المتغيرة وتقنع بها الإنسان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى باش يطعم الحلال لنفسه ويطعمه لأبنائه ويطعمه لزوجته، مع أن الحرام كثير ولكن ما قد قال ربنا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث دائما تكون كثير، تكون بالملايين والملايين وكذا، ولكن ما فيه البركة. ولكن الحلال دائما تكون غير 70 درهم النهار و100 درهم النهار وكذا، ولكن عايش بخير بصحته وبعافيته ويدخر منها في آخر الشهر شيئا تبقى لمزل البركة. فمن ذلك هذا الصيام الرائحة تكون فيه، فم الصائم تكون متغيرة، ولكن الله عز وجل يحب تلك الرائحة،
بل هي عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. اكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة العبادة، ويرزقنا وإياكم حسن الصيام وحسن القيام، ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم بوافر الصحة والعافية، ويرزقنا فيه حسن العمل، ويرزقنا فيه كل خير يقربنا إليه سبحانه وتعالى، ويحفظنا فيه من شر كل ذي شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا، استقيموا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني
جاهداك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
السلام عليكم. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني على 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم
الأنعام بعالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله السلام عليكم. الشيخ عبيد إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.